اهلا بكم في طروة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الجدي، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الجدي، أنا شايف إن في حاجة حلوة زي ما يكون ربنا هيرزقكم بيها. في حاجة زي ما يكون كلها خير وكلها فرح. الحاجة دي ممكن تكون دعوة انتوا بتدعوها أو أمنية انتوا بتتمنوها، سواء كان حتى في خلاف ما بينكم وما بين حد انتوا بتحبوه. ممكن يكون حبيب، ممكن يكون زوج، ممكن يكون كراش. إن كان في خلافات ممكن يكون في صلح هيكون موجود، هيكون في رجوع في العلاقة، هيكون في فرصة جديدة. ممكن يكون حتى مفيش خلاف أو مفيش مشاكل، بس ممكن يكون في برود في العلاقة. وممكن يكون في شخص عايز ينهي البرود ده ويجدد الاهتمام والحب من تاني. ممكن عايز إن هو يعرض عليكم الارتباط أو الزواج أو حتى اعتراف بالحب من كراش. ممكن يكون حتى في ناس متجوزة ونفسها في طفل، ممكن يكون الأمر ده مؤثر في علاقتكم الزوجية. ممكن يكون ربنا هيرزقكم بس في حاجة حلوة مكتوبة لكم هنا. يعني أنا شايف إن انتوا ممكن انتظرتوا بقالكوا فترة كبيرة، أو زي ما يكون البعض منكم فقد الأمل إن الحاجة الحلوة دي إنها تحصل، أو المعجزة دي إنها هي تحصل. أنا شايف إن انتوا كتير الأفكار تعباكوا ومش عارفين تعملوا إيه، زي ما يكون يئستوا. لكن أنا شايف إن زي عدل وفي فرحة جايلكم هتستاهل إن انتوا تشكروا ربنا عليها، وتستاهل إن انتوا يكون عندكم إيمان بربنا قوي جدا، وإن انتوا ما تفقدوش الأمل ويكون عندكم صبر. بس أنا شايف إن في حب، والحب ده هيكون متبادل ما بينكم انتوا الاتنين. العلاقة دي مش هتكون علاقة من طرف واحد، دي هتكون علاقة حب من الطرفين. في شخص ممكن يكون كتير دماغه وجعاه، ممكن يكون الشخص اللي انتوا بتفكروا فيه يعني تعب، لو كان كراش من كتر كتمانه لمشاعره أو للحب. سواء كان سواء كان كنتوا في علاقة حب والشخص ده نفسه في الاستقرار بس يمكن الظروف مش مساعداه، أو هو متردد في اتخاذ القرار. أو ممكن يكون في بعد أو خلاف ما بينكم وما بين حد، وممكن يكون الشخص ده بيفكر إن هو يرجع. بس أنا شايف إن جواه حب كتير ومشاعر حلوة ليكم. أنا شايف إن الشخص ده كمان بيحاول إن هو يفهمكم، ودايما بيفكر فيكم وبيتخيلكم وبيفتكر يمكن ذكريات ما بينكم. بس أنا شايف إن الشخص ده كتير بيفكر فيكم وكتير بيحبكم، ويمكن كمان بيعمل لكم تخاطر، أو بيحاول يعرف إزاي يوصل لمشاعركم، أو إن هو يكسب ثقتكم وحبكم. انتوا نزل لكم هنا كارت الهابي فاميلي، يعني سواء كان في مشاكل أو كان في خلافات أو بعد أو انفصال، أو حتى عقبات ما بين اتنين إن هما يتجوزوا أو يستقروا أو يرتبطوا، على اختلاف اللي ممكن يكون العقبات اللي موجودة من اختلاف ديانات أو من اختلاف عادات وتقاليد أو ثقافات، او ان كل واحد في محافظة تانية. بس انا شايف ان كل ده بحب، يعني بحبكم ووجودكم مع بعض هتقدروا ان انتوا تتغلبوا على اي حاجة وتتخطوا اي حاجة تمروا بيها. انا شايف ان في اسرة سعيدة ومبسوطة وفيها استقرار وطمأنينة، فانا شايف ان اللي انتوا بتتمنوه او اللي انتوا بتحلموا بيه ربنا هيرزقكم بيه وربنا هيديهولكم. في حاجات لا تقدر بثمن، ممكن يعني مش ممكن حتى ان انت تشتريها بالفلوس. الحاجات دي ربنا هيرزقكم بيها. اللي فيه منكم ممكن تكونوا مش في علاقة عاطفية، وممكن يكون وقت وانتوا يعني بتسمعوا الفيديو بتفكروا انه ممكن يعني يجيلكم حد، يعني زواج صالونات وانتوا رافضين الفكرة. بس الجميل في الأمر ده، حتى لو انتوا يعني لو ده حصل للبعض منكم، ربنا يعني هيضع قبول فيكم اتجاه الشخص ده، وهتحسوا بانجذاب قوي جدا جدا اتجاه الشخص ده. فعلى اختلاف كل واحد يعني وأمنيته، خليكم منفتحين. بلاش إن انتوا تفقدوا الأمل، أو بلاش إن الشيطان يلعب في أفكاركم أو بمشاعركم، أو يخليكم إن انتوا تتعبوا، أو يوصلكم لمرحلة اليأس. لأن أنا شايف إن في حاجات كتير صحيح انتوا ممكن تكونوا بتمروا بمشاكل أو بتعب أو بضيق. يمكن الفترة دي ما فيهاش استقرار في حياتكم، بس أنا شايف إن الاستقرار داخل حياتكم. فتفائلوا خير. انا شايف ان في حد محتاج لوجودكم جنبه. انا شايف ان في سلام، في فرحة، في عودة لحاجات كتير انتوا فقدتوها، من حب الحياة، من روح حلوة. انا شايف ان في عدل هيتحقق في حياتكم. صحيح انتوا بقالكوا يعني وقت كتير لدرجة ان انتوا حاسين ان انتوا بقيتوا مقيدين، او ان انتوا زي ما تكونوا مخنوقين او خايفين، او ساعات البعض منكم حاسس ان الوضع ده زي ما يكون هيستمر، او ده خلاص بقى روتين حياتكم ومش هيتغير، او ده وضع انتوا لازم تستسلموا ليه.
ده كله في تفكيركم. انتوا كتير افكاركم سلبية، والافكار دي قيدتكم وفرضت عليكم قيود كتيرة جدا، خلتكم زي ما تكونوا حابسين نفسكم في اطار معين. اللي فيه منكم حتى منعزل وتعبان، لا انا شايف ان في، يعني انا شايف ان اللي جاي في حياتكم غير اللي انتوا بتفكروا فيه ده تماما. انا شايف ان في حاجات حلوة كتير جايه لكم في الطريق، لان انا شايف ان في حاجات انتوا بتتمنوها او بتحلموا بيها هتتحقق. في خير كبير جدا ربنا هيرزقكم بيه. بس انا شايف ان في شخص ممكن يكون متردد في اتخاذ خطوة ناحيتكم، خايف من ردة الفعل، عايز يعرف ان ده الوقت المناسب ولا لا، او دي الفرصة المناسبة ولا لا، او هل انتوا بتبادلوا نفس المشاعر ولا لا. انا قلت لكم ان في كتير منكم حياتكم غير مستقرة، او يمكن فيها عقبات او مشاكل او حتى خلافات، بس انتوا لازم تعرفوا ان في بداية جديدة في حياتكم. اللي في منكم ممكن يكون في حد انتوا بتحبوه، او ممكن تكونوا حتى متجوزين وفي تدخل من الاهل. انتوا لازم تعرفوا ان الاهل بيحبوكم، بس ممكن يكون طريقة تعبيرهم عن اهتمامكم، يعني اهتمامهم او حبهم ليكم، هما ممكن يكونوا شايفينها صح لكن هي بتأذيكم. بس هما فعلا بيكونوا عايزين ليكم كل الخير، وكل حاجة حلوة تكون من نصيبكم. بس أنا عايزكم إن انتوا ترموا الأفكار السلبية دي ورا ظهركم، وتجددوا طاقتكم عشان تستقبلوا البداية الجديدة الحلوة دي اللي داخلة حياتكم. وهيكون عندكم انفراجة حلوة جدا بإذن الله، وتوازن واستقرار هيخليكم في منتهى السعادة. فتفاعلوا خير. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش إن انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.